شوفوا ردة فعل كانيلو بعد ما لقم البوكس من كرافورد. هنا في اللحظة دي يا اخوان كرافورد فرض احترامه، وكانيلو عرف انه قدام ملاكم عظيم. اول من يفعلها في التاريخ، وحد الاحزمة بثلاثة اوزان. بعد فوز كرافورد اليوم على كانيلو، كانيلو يعترف ويقول كرافورد افضل من فلويد مايويذر في عزه، ولا مو بس كذا، افضل بكثير. في ناس يقولوا لي انت تقلل من كانيلو. كيف اقلل من كانيلو؟ اخر 4 خصوم لكانيلو كلهم كان عندهم زيرو، وكانيلو شلهم الزيرو حقه. اللي يقلل من كانيلو يا خويه ما يقلل من الملاكمه بشكل عام. اللي يقول لك كانيلو بطيء، يا خويه كانيلو مره سريع، لكن اللي اسرع منه كرافورد من كثر مو سريع انت تشوف كانيلو بطيء. واللي يقول كانيلو كبر في العمر، يا خويه اذا ما تعرف ترى كرافورد عمره 37 سنه. كانيلو اليوم كان مره كويس، كرافورد مره كويس، لكن كرافورد كان اسطوري، معليش مو كويس. شوفوا الاحترام يا اخوان. الان كرافورد سلم احزمته لكانيلو. ليش سلم احزمته لكانيلو؟ لانه كانيلو هذا وزنه. كرافورد طلع بس قضى عليه، اخذ احزمته، رجع له هي ثانيه. الله يديك العافيه، شكرا جزيلا، انا راجع الوزن تحت او رايح اعتزل. كرافورد يقول لكم فور اول ذا نو باديز، يعني الكل اللي انتم ولا شيء يمديكم تصيروا شيء. في ناس يقولوا ليش ما كرافورد يواجه بيفول؟ يا خويي انت عشان تعرف بس، كرافورد عشان يواجه كانيلو طلع 3 اوزان، طلع فوق وزنه 3 اوزان، انت مستوعب كم كيلو؟ فعشان يواجه بيفول يلعب في الوزن الخفيف الثقيل، بينهم تقريبا فوق ال 12 كيلو، يعني وزن مختلف تماما. يعني مخاطرة مرة كبيرة لكرافورد انه طلع لكانيلو فاز عليه، فلو طلع في لبيفول كمان زيادة، يعني زود وزنه زيادة، حيكون مرة شيء خطير عليه. لكن بالنسبة لكرافورد في وزنه يعتبر هو الأعظم. النهاية هل هو أعظم من فلويد مايويذر؟ طبعا أعظم من فلويد مايويذر. إنه كل الأحزمة هذه فلويد مايويذر عمره ما سواها ولا حيسويها. ما رأيكم على القتال؟ السلام عليكم.